على سيرة الاتصالات والبلاك بيري، أنا اشتغلت فترة في الاتصالات. فأول مرة اشتغلت في الاتصالات في الكول سنتر جتني عميلة، أول مرة في حياتي أرد على العميلة. ردت علي عميلة قالت له لو سمحت عندك مفتاح مصر؟ قلت لها إيه موجود. قالت طب أنت بيه تضيعه؟ أنا من يومها حسيت إنها شغلانة رهيبة يعني حتكون. في بعض العملاء يجوك شريطية، يعني يتصل عليك يقول لك يا حبيبي عندك الاثنين جيج هذه على كم؟ قلت له سعرها ثابت اخوي 100 ريال. انا بسوي ما اقل، يلا كم يا اخرتها وانا بالشراي يلا يا حبيبي ما في، هذا سعرها ثابت. قال يا رجال استحل وجهك، انا كبر ابوك لو الحين جاك بتقول له 100؟ قلت له ايوه. قال انك ما انت متربي صح. في واحد من العملاء اتصل قال لي لو سمحت ابغى الاعدادات حق الانترنت. قلت له اوكي ايش نوع الجوال اللي عندك؟ قال لي سامسونج نظام ايفون. قلت له عفوا يعني هو سامسونج ولا ايفون؟ قال لي سامسونج نظام ايفون. انت ايش ما تفهم؟ ما يدوكم دورات تدريبيه عندكم في الشركه؟ ما يعلموكم؟ قلت والله العظيم اخوي لو سمعتك شركه ابل ترفع لك قضيه. على طول عندهم القضايا. تعرف العملاء الهنود لما يتصلوا Good morning, sir. Yes, sir. How can I help you? Do you speak English? Yes, sir. I speak English. Tell me what you need. Are you sure you speak English? Yes, sir. I'm sure. Just tell me what you need. Last time I called, one of your representatives told me that he speaks English, but he doesn't. So, do you speak English? Yes, sir. Just tell me what you need. هذا فاتورة في كم فلوس؟ العميل اللي خلوا يكمل. اوكي خدنا بس ممتاز. العميل اليماني لو اتصل ما يطلب طلب، يقول لغز. تلاقيه يقول لك لو سمحت عندي جوال سوا فاتوره، كم اشحن عشان يرجع السداد وكم اسدد عشان يرجع الشحن. المصيبة أقول له أخوي أنت عندك سوا ولا فاتورة؟ يقول لك أيوة يا بني آدم، يعني أنت بتشحن ولا بتسدد؟ يقول لك نشحن ونسدد وكل حاجة.